هذا هو شيء يرفع يعني المعنويات بأننا أمة عربية واحدة. إذن هنالك لدينا صور كما يشير المخرج بأن يكون هنالك هذان الدراجان يصلا إلى قطر في إطار الحملة الترويجية لهذا الحدث الأهم، وهما دراجان يمنيان عمار وعمر العنسي. هذه هي الصور التي تندرج ضمن الحملة الترويجية لاستضافة قطر لكأس العالم. طبعا نلاحظ أن هنالك كثير من المشجعين من دول مختلفة، من ضمنها الذين يرتدون الزي الرسمي الرياضي للأرجنتين وهو السماوي والأبيض، وأيضا الأعلام اليمنية، وهنالك جنسيات مختلفة، وهنالك مسافة تم قطعها وبلغت أكثر من 2000 كيلومتر. يعني كما نلاحظ هذان هما الدراجان اللذان قاما بهذه الجهود الكبيرة والمميزة، والتي تثبت أن اليمن دائما لديه مواقف بطولية عربية، يقف إلى جانب أخيه مهما كانت الظروف. هذا جانب. الجانب الآخر يعني كان هنالك لدينا ملاطف حميدي، وهو يعني مشهور وربما أوصل بالطاسة اليمنية وبهيبتها وما تقرعه في الأذن من حماس. كان في إطار مجموعة كليبات ترويجية لكأس العالم، وأيضا في الفعاليات، واستضيف أيضا في كثير من القنوات. ربما كان له ميزة في أن يقوم بعملية إنعاش لهذا الفن الجميل التقليدي. نتحدث عن هذه الجزئيات. طبعا بالنسبة للرحلة الكبيرة اللي قام فيها عمار وفهد، هم في الأصل لاعبين في أهل صنعاء عندنا ولاعبين تايكواندو، وانطلقت بدايتهم كانت من أهل صنعاء إلى ال70، ومن ثم قاموا بهذه الرحلة الكبيرة. أنا واحد للأمانة من الناس اللي شككوا في إمكانية أنهم بإمكانهم الوصول إلى قطر، لأني شفتهم في النادي وكان والدهم معاهم. يعني في البداية جاءوا إليكم أيوة في نادي الأهلي، لأنه أخذوا رسالة من الأهلي أنهم بيكونوا يعني بيقوموا بهذه الرحلة تساعدهم في المرور من نقاط التفتيش، ورسالة رسمية يعني تكون. نعم. هنالك مطالبات بدخول أصغر رحال وهو عمرو العنسي في موسوعة غينيس في إطار هذه المغامرات. هل أنت مع هذه الفكرة؟ والله يستحق له، انه زي ما قلت لك انا شفتهم بالسياكل عندنا في النادي، وللامانه اقل من 12 عاما يعني، ويصل الى قطر بعد قطع اكثر من 2000 كيلومتر. كنت اقول يعني هذول مجانين مستحيل يوصلوا لقطر. ممكن يوصلوا لانهم ولا لا مارب ويرجعوا. لكن الحمد لله اليمني لا يعرف اليأس ولا يعرف والله يعني انجاز كبير للامانه. طبعا هذه ايضا صور اخرى للحظه وصول الدراجين اليمنيين والاحتفال بهما في كورنيش الدوحة القطرية، الدوحة الغناء، التي أصبحت عبارة عن لؤلؤة تشرف كل العرب بهذا المظهر الجميل، وبهذه الأخوة ما بين اليمنيين وبين بقية الدول العربية، ومن ضمنهم طبعا الشعب القطري الشقيق. نتسامع عن الخلافات السياسية، فالرياضة توحد الجميع. لاحظ هذا الاحتفاء. إذن يعني هنالك احتفال بهذا الفخر الذي قدمه اليمنيون. إذن عبد السلام الصعدي كما يقول المخرج سينضم إلينا مدربنا.